السلام الله عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم ان شاء الله راح نديروا الفيديو تاع هاد لو موديل اللي درنا ديجا التفصيل تاعو والخياطه. اليوم راح نديروا السواعد اللي طلبتوها مني. بون السواعد تحتاجوا اي قماش يكون يتجبد، والقماش اللي قلت لكم نخدموا به هذاك لو موديل اللي هو لاكورد بيرفوري هو اصلا يتجبد. دونك راح تحكموا الجهه المطاطيه هي اللي تطبقوها على 2 وتحسبوا 10 سنتيمتر، والطول راح يكون 50 سنتيمتر. هذا حسب الطول اللي راكم حابينه في الذراع. بون 10 سنتيمتر خلينا نطبق على 2، يعني راهي 20. هنايا في الجهه المفتوحه راح نديروا المنتصف اللي هو 25 سنتيم. هذا قياس ستاندار يجي على كامل اليدين. بعد من هذيك ال 25 سنتيمتر ركزوا لي هنا مليح، راح نهبطوا بثلاثة وراح نطلعوا بثلاثة هكا. من بعد من النقاط هذوك اللي درناهم تاع 3 راح نهبطوا ب4 ونطلعوا ب4. هذه 4 سنتيمتر هي اللي راح تبقى باش ندخلوا فيها الصباع الكبير، والاخرين راحين يتخيطوا هكا. الجهه هذه اللي من تحت راح نطبقوا 1 سنتيمتر على الجهتين، نحكموهم بابانجل باسكو البلاصه هذه راحين نخيطوها. نفس الشيء بالنسبه للجهه اللي من الفوق هكذا. من بعد شوفوا هنا البلايص اللي راح نطراسيهم بستيلو، هذوك هما البلايص اللي يتخيطوا، اما اللي ما فيهمش ستيلو ما راحينش يتخيطوا. وهذوك هما لي بارتي تاع 4 سنتيمتر اللي راح ندخلوا فيهم الاصبع نتاعنا. بالنسبه شوفوا 10 سنتيمتر ثابته، يعني 10 سنتيمتر على 2 يعني هي 20، هذيك ثابته تاع القماش. اما الطول 50 سنتيمتر، هذه حسب راكم حابين توصلوا السواعد. انا نحبهم كيما هكا، ما نحبهمش اقصر، كاين اللي يديروهم اقصر يجيو كيما هكذا، ولا تحبوا تزيدوا على هكذا تقدروا تزيدوا وين راكم حابين. كي نقول انا 50 سنتيمتر راهي 25 بس كيتطبق على 2. دوك تشوفوا هادو البلايص اللي رايحين يتخيطوا، الباقي راح يبقى فارغ. هذوك 4 سنتيمتر راح يبقاو فارغين، نروحوا نخيطوهم. ديما كي توصلوا وين البلاصه اللي خلصت فيها الخياطه راح ديروا ديما البوين داري، ديروا البوين داري مليح من بعد عاده باش تكملوا تخيطوا، باش ما تفتح لكمش هذيك الخياطه تاع الاصبع. هنا بعد ما تخيطوا وها هما كاين البلايص اللي بقاو مفتوحين. بعدها راح نطبقوا هنايا على 2 ونحكموا القماش، يعني راح يعودوا لنا 2 اقمشه فقط نخيطوهم. نحكموا لي من فوق 1 ولي من تحت 1، وندخلوا هذوك اللي في الوسط، 2 اللي في الوسط ندخلوهم ما يتخيطوش. هنا تحبوا تحكموا بلي زابانغ حكموا وتخيطوا. هنا عندكم 2 قماشات فقط، ركزوا معايا بلي راهم 2 برك. تخيطوا هكا بهذه الطريقه. من بعد راح كي تدخلوا من داخل هكذا راح تلقاو الجهه الثانيه اللي مازالت مفتوحه، راح تروحوا تخيطوها تاني. بعد ما خيطناها هي تاني، شوفوا كيفاش تعود عندكم 2 شول، تدخلوا في وحده فيهم وتبقاو تعدلوا فيها كيما هكا. راح يجيكم السواعد فينيسيون تاعو مليحه من تحت جهه الاصابع. شوفوا كيفاه تجي فينيه، جهه الصباع الاخر تاني فينيه، تبقى لكم منا من الفوق. راح تطبقوها هكذا، دخلوا لي دو بارتي في 2 هكذا وتخيطوا شغل كفة. هذه هي وراح يكون فيني. هذه طريقة بزاف يعني احترافية وتخرج لكم فينيسيون هايلة. اي قماش مطاطي تقدروا تستعملوه. هاد السواعد يعتبر مشروع مربح لانه ما يديش بزاف قماش. الطريقة تاع الخياطة تاعو سهلة، يعني تقدري تخيطي كمية وتبيعيها ألاز. البنات ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، وما تنساونيش بلي جيم والتعليقات نتاعكم لانه جاي موديلات بزاف هايله اذا لقيت تفاعل.